السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم وصفة جديدة وان شاء الله تعجبكم. اليوم راح نسوي لكم كعب الغزال بأسهل طريقة. راح نحتاج خاشوقتين كبار مال اكل حليب، ونص خاشوقة دهن جنة، ونص خاشوقة زبد، وبيضتين، وقلاصين مبروش، ونص قلاص شكر، وظرف مال فانيلا. هسه نخلي البيض ونخفقه لحد ما يصير اللون مالته ابيض. هسه نضيف ظرف الفانيلا على البيض اللي خفقناه، ونضيف نص قلاص شكر، ونخفقهم كلش زين حتى يذوب الشكر. هسه راح نضيف الحليب ونضيف الدهن ونخفقهم. هسه راح نخفقهم بعد ما خلينا الحليب والدهن جنة والزبد. نضيف المبروش. اول شي نضيف القلاص الاول ونخلط النوب. يلا نضيف القلاص الثاني. هسه بعد ما خلطنا القلاص الاول راح نضيف القلاص الثاني ونخلطه. إذا شفتوا العجينة خفيفة تقدرون تضيفون بعد مبروش حتى تدخل العجينة. هسه راح نكور العجينة ونخليها بصينية الفرن. خلينا ورق زبدة على الصينية. راح نكور العجينة ونرجع لكم. هسه بعد ما كملنا تكوير العجينة راح ندخلها الفرن ونخليها تستوي من فوق وجوا ونرجع لكم. وهذا شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. هسه راح نحطها بصحن التقديم ونشوفكم الشكل النهائي. وهذا شكلها النهائي. ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل شيء جديد. ومع السلامة.